ما بيستناش. اغنيه جامده جدا، شكلها حلو جدا، متغني فيها غنى وفيها طرب وفيها مطرب بجد. عشان كده انا مبسوط ان انا ضيفي الفنان علاء غريب اللي منورني. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ محمد، اهلا بيك واهلا وتحياتي لاسره البرنامج والمشاهدين لا. والمشاهدين طبعا. ده لا من اولها انا من غير المشاهدين ولا اسوء اي شيء. لا ده انت على راسنا. منورني. وخليني اقول لك علاء غريب انت عامل خط كده ماشي فيه لوحدك خالص، مش عارف اصنفك وما اقبلش اصنفك وما احبش اصنفك. انت مطرب بتغني كلمه بجد، مش مهم بقى الناس تشوفها شعبيه، تشوفها كلاسيك، تشوفها دراما، انت شايف انك بتغني بطريقه فيها تحترم نفسك وجمهورك. الحمد لله. ايه سر اني انا ما بشوفكش في التجمعات وما بشوفكش على الكافيهات ليه انت مستخبي؟ مش عارف، جايز يمكن عشان موضوع حلقه الاسبوع الجاي اللي حضرتك هتقدمها الانترنت، جايز عشان انا بحب الميديا والسوشيال ميديا شويه، فبعتبر ان دي صداقه محببه ليا اكتر من التجمعات. ان انا اقابل انا بروح كافيهات طبعا وبقابل صحابي وزمايلي، بس طبعا مش باستمرار، يعني مش دايما ان انا بيتوتي شويه. طيب بما انك انت بيتوتي شويه، وده في ناس بتبقى عامله ده خطه، يعني في ناس تقول لك انا قاعده في البيت عشان انا مش عايز يتقال لا قيل ولا قال. هل يا ترى انت بتخاف من القيل والقال اللي ممكن تتقال في الوسط الفني فانت ما بتحبش تحتك؟ ده حقيقي. هو فعلا الوسط الفني فيه قيل وقال؟ اكيد في، مفيش مجال ما فيهوش قيل لا انا بتكلم على الوسط الفني. مليان قيل وقال. مليان. مليان. طب ايه اكتر حاجه بتضايقك من الناس اللي بتتكلم كده اهو؟ الكذب طبعا، يعني الكذب والنفاق طبعا ده موجود في في جميع المهن يعني، بس طبعا النفاق والكذب في الفن حاجه صعبه جدا. وده قال وده عاد، علاء قال اللي هو انا بندم، يعني انا بندم ان انا جيت قولتوني كده يعني. بيقعدوا يقولوا علاء قال جدا. طب وانت قلت على مين يا علاء؟ لا ما اعتقدش ان انا قلت على حد، يعني ما بحبش اجيب سيره حد والله صدقني خالص خالص. انا علاقتي يعني فوق كلمة جيدة شوية بزمايلي، يعني أنا بحترم كل زمايلي جدا، ما بنتقدش حد خالص، كويس أو وحش لنفسه إلا لما بيسألني. يعني لو حد سألني إيه رأيك هقول رأيي بما يرضي الله. مش هتنافق، ما تقولوش أنت نجم العالم، أنت لو عم العالم، الكلام اللي بص حضرتك لو سألني هتقول له أنت عم العالم. لا لو سألني بجد والحاجة مش كويسة، لا هقول له والله في 1 2 3. طب لو سألني يعني لو الحاجة كويسة من غير ما يسألني انا هقول غصب عنك، اصلها حلوة، هقول لك رأيي، لازم اقول لك رأيي. طب لو وحشة انا عمري ما هقول، حتى لو سألني لا هقول، هجمل يعني ايه، مش هقول الحقيقة المرة طبعا بس هجمل يعني. طب ما تيجي اسألك عن الوسط الفني، ولما حضرتك قلت لي انا اي حد من الوسط الفني بيسألني عن اي حاجة بقول، بعض المطربين في الوسط الفني وزي احمد عامر مثلا. احمد اخويا وصاحبي طبعا. اخوك وصاحبك طبعا. وبتحبه جدا جدا. غنى مثلا اغنية بودعك للفنانة وردة وقمرنا يا قمرنا. طبعا. ايه رأيك فيها؟ كسرت الدنيا. تعمل زيه؟ لا. ليه؟ ما اعرفش، هي نجحت معاه طبعا ومش قادر اقول لك مكسره الدنيا، بس طبعا ده ما تعرفش عشان هو اشطر منك. ممكن. لا هرجع لك في دي، بس هاخد الاستاذ المحترم الفنان سمسم شهاب. اهلا بيك، منورنا ومنور برنامج بكل جراءه. اهلا بيك يا استاذ محمد، واهلا باخويا علاء حبيبي. حبيبي يا ابو احمد، حبيبي يا حبيبي استاذ. والله بحبك قوي يا علاء والله يعني. حبيبي يا استاذ، ربنا يحفظك. بالصدفه الصبح انا كاتب لك على الفيسبوك بحبك في الله. انا بموت فيك والله يا استاذ، يعني بالصدفه والله يعني. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يخليك يا استاذ. انا كمان بموت فيك عشان انت مثال للفنان المحترم، وشرف ليا ان انا اكون زميلك. يعني انت من الناس اللي الواحد بيتشرف بيها فعلا. محترم، فنان والله كبير. بجد والله فنان كبير وفنان جميل، وبتقدم فن كويس وبتقدم كلمه حلوه، بتقدم لحن جميل وصوت محترم بجد. ربنا بجد من الاصوات الحساسه اللي انا بحترمها قوي 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 قوي. ربنا يخليك يا استاذ، ده شرف ليا. يا رب يكرمك يا رب، يا رب يكرمك. وانت بقى مع اخويا حبيبي محمد سامي ده يعني ايه طبعا. بيجيب الجواهر زي ما شرف ليا، شرف ليا. ربنا يخليك يا استاذ. والله العظيم 3 يا استاذ محمد، انت ربنا يبارك لك، وانك بتختار ناس جمال قوي، جمال قوي. وللاسف الاعلام يعني للاسف يعني مش حاطط ضوء عليهم، فانت الحمد لله رب العالمين بتساهم في انك تحط الضوء عليهم. ربنا يبارك لك بجد. ربنا يخليك. ومن نجاح لنجاح يا استاذ. خليني اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ سمسم. انا خدت عهد على نفسي ان البرنامج ده يجي فيه نموذجين. النموذج الاول
الاول لمطرب محترم بيختار الكلمه واللحن وصوت مميز، او يكون مطرب سيء جدا وبيختار غلط جدا عشان اقول له قدام جمهوره كفايه، او خليك احسن، او خليك افضل، او ان انا ارتب له على قد ما اقدر الشكل اللي الجمهور المفروض يستقبل بيه طريقه الغنى ده. فانا واحنا بنتكلم على حضرتك قبل الهوا، وعايزك تتابع حلقتنا النهارده يا ريت، عشان علاء غريب قال مع حفظ الالقاب، قال وصف لحضرتك كده محتاجك في الحلقه وانت بتتفرج علينا تسمعه عليك. الله يكرمه، ده من ذوقه ومن اخلاقه، بس ربنا يخليك يا استاذ. فانا بقول لك لو انا بقدم، لو جيت في يوم من الايام شفت معايا مطرب او فنان، يعني انت شايف ان بتاخذ عليا فكره ان لا ليه الفنان ده هو ممكن ما يكونش مميز، بس انا بعدل فكره انه ينقي الكلمه واللحن ويختار كلام يناسب المشاهدين، لو لقيته ما تستغربش. ايوه فهمت. ايوه بس انا بس يعني ليا رجاء عندك، اتفضل. كمل في مشوار الناس الناجحه والناس المحترمه اللي زي علاء. ربنا يخليك. والله العظيم ثلاثه. ربنا يخليك يا استاذ. وخلي بالك بقى في مطرب كمان، يعني في مطربين كتير بصراحه. قول لي يا استاذ، كنت هتقول لي مين؟ يعني انا مثلا نفسي تجيب نشأت شوقي برضو من الاصوات الجميله جدا طبعا جدا اخويا وصاحبي. طبعا ده نشأت ده حد بقى نشأت شوقي. بص اقول لك على حاجه بقى، كتبت الاسم اهو. البحري ده في ناس جمال 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 جمال، يعني انا نفسي كلهم كده تجيبهم لنا عشان الناس دي لهم حق علينا يعني صراحه. طيب في ملحن يا استاذ عايز اقول لحضرتك عليه، كان اختفى عننا فترة كبيرة، وانا اكتشفت بالصدفة رجوعه للوسط الفني تاني. ممكن اقول لك مين وتقول لي احساسك ايه برجوعه للوسط؟ اتفضل. الملحن نشأت لطفي. طبعا ده عمنا. رجع الوسط تاني، وانا قلت له لازم ترجع، وضغطت عليه جدا في الظهور. الوصف ليه نشأت لطفي ده نجم كبير وتاريخ عظيم. فيعني انا بقول لحضرتك لازم نشوف شغل معاه، ولازم نشوف حضرتك. ده انا لازم اروح اشتغل معاه، يعني لازم ادور عليه واروح له. طيب انا هقول له كده ان شاء الله، لو كلمني النهارده هقول له. طبعا ده نشأت لطفي ده يا استاذ اشتغل مع الناس اللي بتغني حلو قوي 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 قوي، عامل نجاحات طارق الشيخ يعني. يا باشا مجدي طلعت يا باشا، طبعا موسيقى شاطر جدا. انت بتتكلم في راجل عمل غنى، عمل فن، بتتكلم على ناس يعني الله يرحمه اشرف المصري، نشأت ده عامل له شويه حاجات، صحيح، حاجات جميله صحيح. جميله، صحيح. وعامل مع طارق حاجات حلوه جدا طبعا، وعامل مع مجدي استاذ مجدي طلعت طبعا مع حفظ الالقاب، ده اخويا الكبير واستاذي استاذ مجدي طلعت، عامل معاه حاجات حلوه قوي قوي. خلينا افتن لك بيعمل حاجه جديده مع الاستاذ المحترم تحتها 3000 خط، فنان احمد العيسوي، بيعملوا حاجه قريب جدا. طبعا العيسوي ده قلبي. فان شاء الله قلبنا كلنا، ده اخونا كلنا طبعا. ان شاء الله يا رب. نشوف ده حبيب الدنيا كلها بقى احمد العيسوي. ربنا يبارك يعني ده بقى اللي انا بغير منه في حته الادب والجدعنه. هو مؤدب قوي قوي بصراحه. انا بس مش عايز اهضم حق عليه عشان دي حلقتي. ربنا يخليك يا استاذ، تسلم لي. جمهوره ليه حق عليه ومش عايزين ناخده من جمهوره. يا علاء استمر على اللي انت فيه، ما تتهزش. حاضر يا استاذ. دي من اخوك، ما تتهزش. حاضر. استمر زي ما انت. حاضر يا استاذ. ومش عايزين نبقى زي الناس اللي بيقولوا احنا بناكل عيش. لا خالص، انت عارف انا اتكلمت مع حضرتك قبل كده في الموضوع ده واحنا متفقين. حصل يا علاء، حصل حبيبي. وانت ان شاء الله ربنا هيزيدك، ربنا يخليك في يوم من الايام انت جميل وفي مكان حلو قوي. ربنا يخليك يا استاذ، استاذ. مكان احسن ان شاء الله. تسلم لي، تسلم لي. بشكرك جدا جدا الفنان المحترم. الله يخليك يا استاذ محمد، الله يخليك، وشكرا لفريق العمل عندك كلهم. يا رب يخليك. بشكرك جدا، الفنان كبير وفنان محترم وفنان بيحترم اسمه وبيحترم تاريخه الطويل جدا 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 جدا, جدا. انا بسمع سمسم شهاب في فترات معينه كده من الزمن، كان هو ولغايه دلوقتي انا اغانيه بتلمس قلبي مباشره جدا يعني. فنان من الطراز يلا وقعك مع اصحابك بقى، يلا بينا مع اصحابك. هو غنى بودعك اهو، وامرنا ياه، ومحمد رجب غنى امرنا ياه، وناس كتير غنت الاغاني دي. انت بتقول لا ما تعرفش عشان هم اشطر منك. اشطر منك. طب انت موافق على شكل الغنى ده؟ لا. ان احنا نحول اغنيه مثلا بودعك وامرنا ياه اللي اتقالت بالطريقه الفلانيه من الفنانه ورده، انت موافق انها تتغنى بالطريقه دي؟ لا. نعم. لا مش موافق. طب يعني قول لهم، يعني انت بتقول لي لا انا ما اعملش ده. لا هو كل واحد حر. يعني انت شكل الغنى ده مقبول بالنسبه لك؟ لا هو يعني مثلا لو هنتكلم عن كل واحد من زمايلي حدث اغنيه لفنان كبير قبل كده، لا مش من حقه، لكن احمد غنى اغاني خاصه بيه روعه. انا موافق، انا بتكلم بقى في الواقعتين دول. لا دول لا الاغاني اللي اتحدثت دي لا ما اعتقدش. لو محمد رجب لو شفت محمد رجب هتخانق معاه بسبب انه عمل كده يعني. ما تعملش كده؟ لا ما اعملش كده.
ما تعملش لا كده. انت بطبعك كل اللي بيقابلك لاول مره بيشوفك تنك. ممكن. يعني انت تنك؟ عمري. امال ايه عمري. ممكن دي؟ كل واحد حر في فكره يعني. القبول ده بتاع ربنا، انا مش هغصب عليك تحبيني من ايه اول علاقه ما القبول تشوفني. بالتناكه؟ مفيش تناكة يعني. احنا كلنا على باب الله زي ما بيقولوا، يعني هتنك ليه؟ ما حضرتك هنا مش بتتنك عشان انت في البرنامج وانا مذيع البرنامج وانت أيوة. هنا في لا احنا التانك. اصحاب اصلا انا بره. موافق، انا بتكلم على الجمهور. الجمهور بيلمس لا انك تنك. الجمهور عارفني كويس جدا جدا جدا. يعني الجمهور يقدر يحكم عليا من اسلوبي في الغنى، من طريقة كلامي، بيقابلني في اللايف في الافراح والحفلات وفي كل مكان. مفيش حد خالص، الحمد لله انا متواضع جدا مع الناس وهم رايهم فيها انا عارفه يعني. يعني لو انت بتقول لي متواضع وانا مثلا مطرب واول ما شفتك رحت قايل لك صباح الفل يا لول يا عم العالم مثلا، يعني اه. ايه بقى؟ عادي؟ لا عادي. ده عادي. جدا. يعني انت ما اتضايقتش في يوم من الايام ان حد يتعامل معاك بود زياده عن اللزوم وهو اصغر منك ب 10 15 سنه، بس هو لمجرد انه مطرب فيتعامل معاك يا لول وعامل ايه؟ مفيش مشاكل اللي تتعامل بود، بس شوف سني وسنك يعني. انا اي حد من عندي من اصدقائي لو على الفيس او في الحياه انا ما بقولش غير يا استاذ، حتى لو انت مش استاذ. طب انت بتقول له يا استاذ، لو هو قال لك علاء ويا لول؟ لا علاء هي على راسي، هو ما ده اسمي على فكره. ولول لي بقى؟ طب وليه تقول لي يا لول؟ انت مش صاحبي على فكره، يعني مش مقبوله غير من صاحبي. وانت مش صاحبي فما تقوليش كده. بالظبط. صحيح. طيب ممكن عشان انا بشوف وبعض اهالينا اللي بيشوفونا يقول لك الاستوديوهات بتحسن الصوت قوي، يعني هو بيبقى المطرب ده بيغني وحش قوي 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 بس لمجرد انه دخل الاستوديو الدنيا بقت حلوه. مظبوط. انا عايز اسمع حاجه. بس كده عيوني. سمعني ايه؟ اسمعك ايه؟ اسمعك حاجه خاصه بيا بقى ولا اسمعك حاجه؟ نسمع حاجه قديمه الاول، يعني حاجة حته قديمة. سلطنه كده عشان خاطر سمسم شهاب، وخلينا افتكر بعد ما أستاذنا. تخلص نتكلم عن سمسم شهاب في فكره حبيبي أبو الاستاذ أحمد. والنجم. الله عليك. عايزين نسير النقطة دي. طيب نقول حاجة النجاة مثلا. ماشي. حاجة الوردة. نجاة. نجاة ولا وردة؟ نجاة. يلا بينا. كل ثانية في عمري بتقولك بحبك، كل عمري لك يا ريت لي مكان في قلبك. كل ثانية في عمري بتقولك بحبك، كل عمري لك يا ريت لي مكان في قلبك. طول ليلي ونهاري معاك، يا بشوفك يا بستناك، يا بدور عليك والقاك. طول ليلي الا انت، فيها ايه الدنيا دي الا انت كل غالي يهون عليا الا انت. وابتساماتي وقهاتي منك انت، واللي حبيته في حياتي هو انت. فيها ايه الدنيا، فيها ايه الدنيا الا انت. الله عليك. لا وحش قوي. ربنا يخليك. وحش قوي يعني كلام أقل الحق. أقل حاجة انا عندي راجل وحش. حقاني. لا ما شاء الله عليك. حبيبي انت اهلاوي والله. ولا زملكاوي يا علاء؟ انا ماليش في الكوره بس بحب الزمالك. بقول لك انت اهلاوي ولا زملكاوي يا علاء؟ انا ماليش في الكوره بس بحب الزمالك. انت مش عايز تجاوب ليه؟ زملكاوي حضرتك. ده اخر كلام؟ اخر كلام زملكاوي. تعالى لي. يلا. انت صورت يا استاذ بما انك زملكاوي يعني اه. صورت اغنيه اسمها وحشني حصل. من غير مخرج. اه. ده عشان انت مش مقتنع بالمخرجين، ولا عشان انت راجل قلت اقلل النفقات، ولا عشان انت عايز تعمل كل حاجه، ولا عشان انت تنك ومش عايز حد يعمل لعلاء غريب الاغنيه غير علاء غريب؟ لا خالص، ولا الكلام ده عاري تماما. طب قول لي بس واحده غير دي.
حاجه غير دول اجابه غير دول. طب ليه حضرتك ما تقولش مثلا انه انا كنت لسه مخلص كليب ما كانش نزل، يعني ما كانش لسه نازل السوق، لسه مخلصه وسافرت مباشره. يعني انا بعد للغنوه من سنه، يعني فضلت سنه احضر فيها، وحجز السفر وتيكت الطيران والحاجات جت وانا بصور غنوه اسمها يا جمالك في نفس التوقيت مع المخرج تامر حربي. كويس. فطبعا سافرت معايا كاميرا، يعني انا عقد النيه على كده، يعني ما فكرتش، ما عرضتهاش على مخرج ولا عرضتها على حد. انا فكرت في مكان معين فين؟ في على حدود تركيا وجورجيا، بلد اسمها طرابزون. شبه طنطا عندنا يعني احلى من بس طنطا، احلى من كل طنطا الحاجات أحلى دي شوية. طبعا. طبعا عشان بلدي. اسمها بس طرابزون. طرابزون. بس فالفكره جات لي ان انا يعني شفت صور جميله كده وتلج بقى ودرجه حراره 4 تحت الصفر، فانا قررت ان انا اخد كاميرا معايا واخد شوطات كتير واجي امنتج هنا. ما اعرفش ان التزامن هيجي مع الكليبايه اللي هي يا جمالك. بس انت كنت راح تصور ان المونتير هو اللي يبقى المخرج بالظبط. يعني. وما رضيش على فكره، كان احمد مجدي المونتير، قلت له اكتب اسمك اخراج، ما رضيش. عشان احمد مجدي عنده عزه نفس قوي بمهنته، وهو قائد وشاطر. تحيه يعني للمونتير، صانع الذهب وصاحب الاصابع الذهبيه زي ما بيقولوا. وخليني اسالك عن احمد مجدي، هو عمل لك كام اغنيه منتجها؟ احمد منتج 3. احمد منتج وحشني يا جمالك قبل وحشني الاول، منتجها، وبعد كده منتج وحشني، وبعد كده الكليب الجديد اللي هو الاخير ما تستناش. عملت عمليه تجميل في صوتك؟ عمري. طب هو الصوت ما اتعملش فيه تجميل على فكره. انا بطرح انا اسالك تجاوب يا استاذ. وانا لسه رايح لمنطقه الوش انت حطيت بوتكس عمليتين 2 في صوتك. واحده يمين وواحده شمال. ايوه عشان كنت بتحدف وانت بالظبط. هنقعد نهزر كتير. محمد يحيى. محمد يحيى يا جماعه ده عبقري وعظيم جدا 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 في الوطن العربي، من الملحنين اللي يعني عمرو دياب بقى قوي وحماقي وسميرة سعيد والناس التقيله جدا دي. حصل خلاف بينك وبين محمد يحيى؟ هو مش خلاف والله، هو كان اقتباس بسيط كده يا استاذ محمد. سرقت يعني؟ لا اقتباس لو سمحت، في فرق. سرقت لا هو اقتباس حضرتك. ما هو احنا ما عندناش كده. هو محمد خدت يا اما سرقت. هو ايه الخيارين دي؟ خدت دي اروح لمحمد يحيى السلام عليكم اديني، فيقول لك خد. لا او السلام عليكم انا سرقتك يا محمد يحيى. لا هي ما بين الاثنين، مفيش في النص. لا في ايه بقى؟ لا في اديني خيارات. يعني في حاجه اسمها مثلا اقتباس، واخد بالك، وفي حاجه اسمها نص اقتباس، وفي اقتباس بالكامل، من ثم سرقه. لو هنتكلم بلغه المذيعين يعني. حيرتك انا صح؟ لا ده ما سايبك يعني توصف الجريمه بطريقتك. لا خالص والله. هي الفكره شرقيه مستوحاه يعني مثلا كل الملحنين بتقتبس من بعضها او طبعا الاساتذه الكبار بيقتبسوا. يعني لو قلنا الاستاذ الكبير وليد سعد بيقتبس من مين؟ من بليغ حمدي مثلا. استاذ محمد عبد المنعم بيقتبس جدا. من مين؟ ده استاذ الاقتباس. يعني على عهدة علاء غريب يقول الفنان الملحن محمد عبد المنعم بيقتبس. هو شايف كده. انا بقول بيقتبس كتير جدا. طيب معانا اتصال تليفوني مين يا استاذ؟ معايا الاستاذ المحترم استاذ محمد فتوح مدير قناه ميوزك تي في. اهلا بيك استاذ محمد. ازي حضرتك؟ منورني يا استاذ محمد. ربنا يخليك يا استاذ محمد. ضيفي صوت الجبل المحترم الفنان علاء غريب. معاك حد انا بحبه حبيبي يا محمد. على المستوى الشخصي حد جدع جدا وحد راجل جدا تسلم لي شغله جدا وعجبنا كلنا. ربنا يخليك يا محمد. تسلم لي، ما حرمش منك. معاك الاستاذ علاء غريب النجم المحترم، الصوت الاصيل، وان شاء الله على انت حظك جاي وجاي وجاي وجاي، وربنا يخليك يا محمد. ربنا يكرمك اكتر واكتر واكتر عشان انت بتجتهد بجد. ربنا يخليك. وخليني اقول لحضرتك مبروك الخطوبه كمان السعيده. ببارك لك ألف على مبروك. الهواء. الف مبروك. نتمنى يا رب نشوفك في احسن صحه واحسن حال، وقناه ميوزك تي في دايما رقم 1 ان شاء الله. اشكرك جدا يا استاذ محمد. كنت عايز اقول له على حاجه بس. استاذ محمد فتوح. استاذ علاء عايز يقول لك حاجه. متشكر جدا على الاستضافه الجميله لما كنت عندك في القناه بجد يعني. ووصيتك الاستاذ احمد العيسوي يحاول ما تزعلوش عشان ده اخويا كبير واكتر حد في الوطن العربي كله. مفيش فنان او نجم
او مطرب او موسيقي ما بيحبش احمد العيساوي. فوصيتك محمد الاستاذ احمد العيساوي ضروري يا محمد. حاضر. بشكرك جدا حاضر، جدا شكراً. يا استاذ محمد حبيبي. فتوح، بشكرك جدا. طيب خلينا نقول ان انت بعد ما اقتبست اللي هي بين قوسين سرقت محمد يحيى، ايه اللي حصل؟ عمري والله. طب ايه اللي حصل؟ حاولت ان انا يعني اتقابل معاه كده، بس هو خد على خاطره يعني. بس انا في القريب العاجل ان شاء الله هنقعد مع بعض، ويمكن تكون الحاجه اللي جايه قريب باذن الله تكون معانا. عندك اي شيء من الغرور تخليك تقول له ما تزعلش حقك على الهوا؟ لو زعلان مني انا هو بص- زعلان منك؟ لا هو قال لك. لا انا ما بكلموش، طيب. ما بيلحليش بس. لو زعلان مني انا ابوس راسه، ما بقولوش حقك عليا. تبوس راسه. ده لو زعلان. اما لو مش زعلان فيلا بينا بقى عشان ننزل بعد ما تستناش معاه. ان شاء الله ربنا يوفقك يا رب. ربنا يخليك يا طيب أستاذ. كنا بنتكلم في الاستاذ وفي النجم. أيوة. اسالك على مجموعه اسماء من الوسط الفني تقول لي مين استاذ ومين نجم. بس انت كده هتزعل مني ناس كتير يا خايف أستاذ محمد. انك لا خالص. نعمل برنامج لك يا سيد. انا بحب قوي الجو ده. لو خايف لا مش هنا خايف. في بكل جراء. انا ما بخافش غير من ربنا والله. استاذ علاء غريب قال لي مصطلحين، قال لي الفنان نقدر نقول عليه نجم، ونجم ده يعني ستار ومشهور وكل الناس تعرفه، او استاذ ودي معناها من وجهة نظره اللي بيغني غنى جامد جدا وفنان جامد جدا. انا هساله، خليكم حافظين بقى المصطلحين، نجم يعني مشهور، استاذ يعني بيغني. هساله على بعض الناس وهو يوصف لنا كل واحد فيهم نجم ولا استاذ. نبتدي بالاستاذ سمسم شهاب. استاذ. استاذ وتتكى على حرف الز. الزين. ماشي. احمد سعد. استاذ. سعد الصغير. نجم اتكى على الميم. نجم. ايوه. محمود الليثي. استاذ. احمد شيبة. استاذ. اسماعيل الليثي. استاذ. وائل الغمراوي. وائل الغمراوي نجم. حمزة الصغير. استاذ. نجم. انت لخبطتني. نجم. حمزة نجم جميل. طيب عشان اضيق عليك الخناق شويه، هل يا ترى نجم ده ممكن يكون ما بيغنيش كويس؟ طبعا. طبعا. بس ستار. مش مهم بس ما بيغنيش كويس. يعني اي واحده اسالك عليه تقول لي نجم ما بيغنيش كويس؟ لا مفيش نجم ما بيغنيش كويس. لا يعني ناس كتير. لا ما اعتقدش. يعني سعد صغير بيغني كويس؟ هو نعم. كوكتيل حلو، حاجه كويسه يعني. انا كمطرب لما بتفرج عليه انا ببقى مبسوط، مش زعلان يعني. طيب معايا مدام سميره، هناخدها ونرجع نوقع الدنيا في بعض تاني. مدام سميره اهلا بيكي. مدام سميره اهلا بحضرتك. لا مع حضرتك ام اسلام، مش مدام سميره. كده فرقت معاك يا استاذ محمد. لا والله مش معايا انا، مع اللي بلغني بقى. مع الاستاذ احمد مجدي كده يا استاذ احمد. الاستاذ احمد امين. اهلا وسهلا. لا يا ام اسلام معاكي. ازيك يا استاذ هم عاملين لي محمد؟ مفاجاه يا ام اسلام، هم بيقولوا لي الاول اسم تاني عشان اتفاجئ بحضرتك وافرح ربنا يعني. يبارك لك. معلش انا مقصره معاك ولا كام يهمك. حلقه كده، ولا يهمك. بس غصب عني والله. ولا يهمك. اهلا بدي اقول وسهلا. لك كل سنه وانت طيب، وحضرتك ودايما طيب. منور القناه. يا رب يخليكي. كل الله يبارك لك على كل اللي انت بتعمله، موضوعاتك الجميله ربنا يخليك. وشغل الشباب. موضوعاتك حلوه قوي والله يا الحمد لله. استاذ محمد. الحمد لله. ربنا يبارك لك. انا برضو حبيت ان انا اعمل مداخله النهارده عشان بجد عجبني صوت الاستاذ علاء. انا ربنا يخليك يا بصراحه مسلم. اول مره اشوفه يعني، او اول مره اسمعه. ربنا يخليك يا مسلم. فعجبني بجد صوته في الاغنيه اللي غناها. فبقول له الله يبارك لك بجد والله. عايز تسمعي ايه طب يا ام اسلام؟ انا بص، انت عارف يا استاذ محمد ان انا عشقي ام كلثوم. حاضر. لكن انا حابه ان انا اسمع منه مثلا حاجه الورده، لو اغنيه قد العيون السود بحبك. حاضر. تبقى حلوه قوي. وميرسي ليك، ربنا يخليك، وشكرا ليك. بشكرك جدا جدا. ميرسي لكل الاستاف. بشكرك جدا جدا ام اسلام صديقه البرنامج، بشكرك جدا. قبل ما نغني قد العيون السود بحبك، احنا اتفقنا ان النجم ده يعني مش بيغني، ممكن يكون مش بيغني كويس. ممكن يكون ممكن. طيب الفنان احمد العيساوي. نجم النجوم. مش استاذ؟ استاذ ونجم النجوم. لا حدد. هو نجم ولا استاذ؟ انت ما توقعنيش في الناس اللي بحبهم يعني، ما توقعنيش في حد انا بحبه. طبعا ده نجم واستاذ واخويا كبير استثناء يعني من الاختبار. لا هقول لك نجم النجوم خلاص، اخر الكلام. مش استاذ؟ انا عن نفسي ما بقولوش الا استاذ. طارق الشيخ. لاني بتعلم منه. طارق الشيخ استاذ كبير. ده استاذ كبير. مجدي طلعت. استاذ يعني. استاذ. عبد الباسط حموده. استاذ طبعا. اشرف الشريعي.
استاذ ده استاذ ده يعني ده الاستاذ اللي انت قلتها ده معناه ان الاساتذه اللي قلناها بالراحه شويه اقل من استاذ. بص، اللي هقول لك عليه استاذ زيه زي استاذ الاساتذه. ده ليه علاقه بقربه لقلبك بالظبط. يعني احنا اصحاب او كده يعني. عماد بعرور. نجم. ايوه. استاذ طارق عبد الحليم. نجم النجوم. مش استاذ. نجم نجوم مصر. طيب ما تيجي عشان ما اوقعكش في الناس بقى، عشان الناس ايوه بتحبك. هتزعل الناس. طيب تعال نقول ورده. يلا بينا. امسك بقى مايكك. وعملت ايه فينا السنين، عملت ايه فرقتنا لا غيرتنا لا ولا دوبت فينا الحنين السنين. لا الزمان ولا المكان قدروا يخلوا حبنا ده يبقى كان الزمان. وبحبك والله بحبك والله 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 بحبك قد العيون السود. بحبك وانت عارف ما انت عارف قد ايه كتيرة وجميلة العيون السود في بلدنا يا حبيبي. وبحبك والله بحبك والله 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 احبك قد اللي فات من عمري. بحبك وقد اللي جاي من عمري. بحبك وشوف قد ايه شوف قد ايه بحبك. بتحبني ما بتحبنيش، انا ما عنديش غير اسئله اطرحها وتجاوبني. طبعا انت غنيت الاغنيه هايله جدا ما شاء الله عليك. تسلم. في اغنيه اسمها هخونك، اغنيه هخونك دي انت عملتها. شامم لحن تاني فيها. ما هو ده اللي كنا بنتكلم فيه الموضوع اللي هو اللي بتاع قبل كارول سماح. ايوه اللي هو 90%. محمد يحيى. ده 90%. استاذ محمد يحيى. ايوه اللي هو متاخد بنسبه 90%. معايا مين يا استاذ؟ مش 90 يعني. معايا استاذ اللي انا شايف بقى ده انا بوصفه استاذ الاساتذه ونجم النجوم والاخلاق والادب، واللي نازل بشغل جديد اوديو هيدغدغ مصر، الفنان المحترم احمد العيساوي. اهلا حبيبي. استاذ احمد. الو مساء الخير يا استاذ محمد. مساء الخير يا استاذ احمد، ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام يا حبيبي. استاذ علاء غريب منورنا. ازيك يا استاذ احمد؟ طبعا يا اهلا وسهلا بيه، وفنان جميل وفنان شاطر وانا بحبه على المستوى الشخصي يعني. ربنا يخليك يا استاذ. استاذ احمد، في اوديو نازل مهم جدا جدا جدا، مش عايز اقوله، مش من حق اتكلم عنه غير لو حضرتك اذنت لي، بس من كتر ما انا متشوق يعني مزيكا طعمها حلوه قوي وانت مغني حلوه قوي، مش عايز ازايد عليك وانا بكلمك، بس انت عامل حاجه انا مستني تنزل عشان انا اول واحد اقول يعني وافرح كده وانا بقول العمل الجديد اللي انت بتعمله. انا اولا بشكرك على وجودك معايا في الاستوديو. ده انا الشرف كان ليا، انت اسعدتني والله. اليوم ده انا ماشي سعيد بجد. ربنا يخليك يا استاذ محمد. طبعا الاوديو دوت يعتبر من الاغاني من التراث الشعبي الجميل لحبيبي رحمه الله عليه الفنان ابن بلدي الفنان اشرف المصري رحمه الله عليه، وهو من كلمات استاذنا الشاعر يوسف طه والحان الاستاذ الجميل نشأت لطفي. الاغنيه طبعا معروفه جدا جدا على المستوى الشعبي لمصر كلها،
الغنوة بعنوان من غير عتاب يا زمن نفسي اسالك سؤالين. دي الحمد لله تم تسجيلها وانت كنت حاضر. كانت معموله حلوه يا استاذ. الحمد لله. طبعا دي توزيع الاستاذ نوار البحيري. هايل. وعمل طبعا قام بتركيب الوتريات دكتور استاذ مدحت، واخد بالك؟ تمام فندم. وان شاء الله يعني ربنا يوفقنا ربنا يوفقك يا استاذ هنسمعها احمد يا امتى؟ رب. طيب هنسمعها امتى يا استاذ احمد؟ يعني ان شاء الله دي خلاص احنا خلصنا استوديو امبارح وداخلين تصوير ان شاء الله قريب ان شاء الله. نتمنى يكون برنامج بكل جراءه، وانا بقول لك اهو على الهوا كواليس التصوير، لان انا عارف ان كواليسك بتبقى كلها كل المطربين بتجيلك واصحاب القنوات وكل الناس بتبقى جايه لك اللوكيشن، فاسمح لنا نبقى موجودين نغطي كواليس الاغنيه دي. يا استاذ محمد انا يسعدني وجود اصدقائي واحبائي والناس كلها حبايبي واسمح لي بس اقول كلمه في حق الفنان الجميل علاء غريب. ده فنان كويس جدا جدا وبيعجبني فيه حاجتين بصرف النظر اللي هو شخصيه محترمه ومؤدبه، ربنا يخليك. لكن بيعجبني فيه حاجتين مميزين جدا. اختيار الكلمه، بيختار كلام كويس جدا وبيصرف على شغله في تصوير الكليبات بتاعته. ربنا يخليك يا يعني استاذ. بامانه يعني بيصرف مش بخلان على نفسه يعني. ربنا يخليك يا استاذ احمد. اتمنى له المزيد من النجاح، يا رب يوفقه كمان. تسلم لي وشرف ليا، وحضرتك عارف انا بحبك قد ايه، وكلنا مش انا لوحدي كلنا بنتعلم منك بجد، بنتعلم منك الاخلاق العاليه وازاي نحترم زمايلنا وازاي نلبس شيك ويبقى شكلنا شيك بجد من السوبر ستار احمد العيساوي. حبيبي يا غريب ربنا يوفقك يا رب. ربنا يخليك يا استاذ. متشكر جدا الفنان المحترم احمد العيساوي. وخليني اقول لكم الفنان احمد العيساوي دائما وابدا بيختار الاغاني اللي بيقدمها. عمل على الرمله، لو انتوا تفتكروا على الرمله كانت حاجه فظيعه جدا، ومن غير عتاب يا زمن اللي هتتعمل حاجه هتعجبكم جدا. الفنانه مروه اما نعيمه نعمين، فاكرها؟ طبعا. طب كانت بتقول ايه؟ اما نعيمه نعمين خلى لي ويتكلم. انت كنت عارفها؟ طبعا. طيب وعملت مطرب حنبولي، فاكرها؟ كانت بتقول ايه؟ لا انا فاكر مطرب حنبولي بس. ماشي. تقبل تعمل ديو معاها او تعمل اغنيه معاها؟ وما اقبلش ليه؟ لا كلام الهوا غير بره. انا الكلام اللي انت قايله لي بره الهوا مش هو ده. هحطك في مقصد. لا انا مالي، هاخدك في حته ثانيه. وما اقبلش ليه؟ تقبل. بتغني حلو جدا على فكره، عامله اوديو جميل جدا، لسه نازل معايا، نازل يوم ما نزلت انا ما تستناش معايا، نازل معايا على مزيكا ايه رايك في الفنانين اللي بيحطوا رقصات في الكليب؟ لا انا ما مش معاهم خالص. ليه مش معاهم؟ والله هم الاول حرين، ده فكر. لا انا ما احبش ان انا يتقال عليا فنان مبتذل او علاء عايز يعمل نسبه مشاهده فيجيب رقاصه. لا وبعدين يعني انا يعني اتشاف مثلا 1 أو 2 مليون على اليوتيوب ومعايا رقاصه وادخل النار بقى، هدخل النار؟ ده انا هدخل. طب ما انت بتغني في الافراح وفيها رقاصات. والله ده اكل عيش. بص ما هو ده هيبقى اكل عيش يا فندم. انا ما اخترتش الرقاصه. يا استاذ علاء، ما انت هتحط الفيديو على اليوتيوب، ناس هتشوفك، هتقول لي ناس هتخش النار. طب ما انت كمان في حاجه بس قدام رقاصه يعني. انا شفت الرقاصه على الستيج. اتفاجئت بيها يعني؟ طبعا. يعني انت عارف ان كل الافراح الشعبيه بيبقى ما فيهاش رقاصه؟ مين قال لك ان كل الافراح الشعبيه فيها رقصات؟ ازاي يعني؟ لا مش كل الافراح يعني 90% فيهم رقصات ولا حتى 60%. يا باشا انا من شبرا، اجدع ناس شبراويه. مش كل افراح شبرا على فكره. لا يعني اصل عارف يعني ايه فرح شعبي، قصدي يعني انا بعمل برنامج فني فانا عارف يعني انت كم فرح في الشهر بتعملهم دلوقتي؟ ولا فرح. بقالي شهر ما اشتغلتش. بقالك شهر ما اشتغلتش. لا طبعا في سيزون، يعني احنا بنشتغل نظام سيزون. السيزون بتشتغل فيه افراح كتير. طبعا. كم في المية رقصات وكم في المية من غير رقصات؟ هنقول مثلا 40% في رقصات و60 لا. لا كلموا لنا حد من اللي بيغني. كلم لي اشرف الشريعي لو سمحت يا استاذ احمد بعد اذنك. هو احمد اشرف الشريعي ده مطرب، ده استاذ طبعا كويس وبيغني في افراح شعبي. طبعا. هو يقول لنا كلام النسبه اللي حضرتك بتقولها دي مظبوطه ولا لا؟ ممكن تكلموا لنا الاستاذ اشرف كان معانا الاستاذ احمد العيساوي وكان يفيدنا كمان. غلطت ان انا ما سالتوش. ماشي. طيب السؤال بقى يا فندم، هو حضرتك لما بتغني في الفرح اللي فيه رقصات اللي هم 40% يا سيدي 30%، تمام، ما بتبقاش متضايق؟ وانا مالي؟ انا مالي؟ يعني انت مالك؟ ايوه الرقصه ترقص للناس، انا مالي؟ انا ما هيصوروك معاها معاها كده. يعني هي بتغني بترقص في فرح ثاني؟ ستيج بقى تبقى واقفه جنب المطرب. لا مش ليه جنب المطرب؟ ده الكلام ده في الافلام الابيض واسود.
والله طبعا في الستينات. طب لو سمحتم يا مشاهدينا، الناس اللي من المناطق الشعبيه حبايب قلبي اللي يبقى بيأيد الكلام ده، ان فعلا المطرب بيبقى في حته والرقاصه في حته تانية، يقول لي انا بقول غلط. انا يعني انا ما بتكلم بشوفش على الستيج المطرب واقف وجنبه رقاصتين 3. لا في 7 و8. شفت؟ طيب هم 7 بيبقوا 7 6 5 4 وساعات واحده بس. ولا واحده واقفه جنبك؟ مش اصلا مش شرط، اصل هتقف جنبي عادي، عادي مفيش مشاكل، ما تقف، المهم انا واقف فين. انت ضايقتني. ليه بقى؟ ضايقتني. طب ليه؟ انا بقول انا عارف عنك انك حقاني. طب هقول لك على حاجه، والله انا المطرب الوحيد او انا من ضمن المطربين بس. طب اقول حاجه قبل ما تاخد التليفون، هقول حاجه صغيره. انا زي الاستاذ سمسم شهاب كده، الرقصات مش بيحبوا يطلعوا معايا. استاذ اشرف الشريعي معانا. معايا الفنان المحترم فريد شوقي، المطربين الفنان اشرف الشريعي. اهلا بحضرتك. الو، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا استاذ محمد؟ الله يخليك، منورني. الفنان علاء غريب يا فندم. حبيبي، ده انت منور الشاشه، والاستاذ علاء منور الدنيا. حبيبي يا استاذ اشرف. ربنا يخليك يا استاذ اشرف. بص يا استاذ اشرف، انا عارف ان حضرتك بتقول الحق. ايوه يا باشا. الاستاذ علاء غريب بيقول ان عدد الافراح اللي ممكن الواحد يعملها على مدار الشهر بيبقى 60% من غير رقصات و40% برقصات. يا ريت تقفل. 60% ايه؟ مرقاه ايه؟ اتوجعت ولا ايه؟ 60% ايه؟ في رقصات، ما فيش رقصات، و40% بس هم يعني 40% بس اللي فيهم رقصات، و60% لا. لا 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 طبعا لا. محترم. ماشي. ممكن تقول 80. لا، ممكن حضرتك تقول 80% فيهم رقصات. و20% مفيش. طب هايل، هي وجهه نظر استاذ. لا مش وجهه نظر، ده راجل بيشتغل، ده راجل بيقول الحق. ماشي، ده راجل بيقول الحق. احترم الراي يا استاذ اشرف. يا عم علاء. انا اعتقد ان حضرتك برضو من نوعيه المطربين اللي ممكن الرقصات يعني ايه ما تحبسش الطلوع يعني معاك. الرقصات هم اللي كمان يقول لك لا اشرف نجم كبير وبيغني ومطرب وسلطنه وحاجات كده، فهم عايزين مطرب يشغلهم، صح؟ ايوه صح. ما يجيبكش، ما يضحكش عليك بكلمتين يا استاذ. لا لا مش بيضحك، هو دي الحقيقه. هو فعلا بص، في فنان رقصه يعني ممكن تتفاعل معاه اما يكون هو. لا اقول لك بس، انا انت مش عايز الحق ولا انت عايزني اقول على مزاجك؟ الحق طبعا. بقول لك يا استاذ، بقول لحضرتك يا استاذ، انا طالبك عشان انت تقول الحق. هتقول لي قول على مزاجك. الحق يا استاذ محمد ان الفنانه الرقاصه بتتفاعل مع الراجل اللي هو بتنطط. يعني انت بتغني مفيش واحده وقفت جنبك رقصت يا استاذ؟ لا في بتقف طبعا، وانا اقول لك ما بوقفش، انا ما بكدبش، ما بيقفوا، بس انت مش هتتفاعل معاك زي واحد مثلا يقول لها مثلا. يعني لو واحد مثلا، يعني انت لو جبت علاء غريب بيغني في حته خلاص، من الناس اللي بتغني اغاني محترمه او اغاني يعتبر فيها دراما، ربنا يخليك يا استاذ. زي ما هتطلع لها عيل يقول لها اديك في السقف اتمحر ومش عارف في الشركه تركن اوعى فوق انزل تحت، الكلام ده مش اكيد هتتفاعل مع ده، غير ده خالص. ما هو الاغاني دي ما بتتغناش في الافراح الجيركن وبتاع، دي بتتغنى في الديجيهات. لا قول لي مثال يا فندم. لا يا فندم قول لي مثال من اغنيه بتتغنى بجد. يعني اغنيه بتتغنى جد يقول لك يعني يقول لك اكل الوز بيحب يهز والبط مش عارف بيحب. ده مين ده يا استاذ اللي بيغني؟ مين اللي بيغنيها دي؟ مين اللي بيغنيها؟ سعد. انت عارف مين اللي بيغنيها؟ انا عارف سعد. بيقول لك الاستاذ سعد الصغير. ايوه صح. قلبه جامد، خلي بالك. انا ما اعرفش اغني دي، انا ما اعرفش اغني الاغنيه. طيب استاذ اشرف، علاء غريب بيقول ان هو بيحب يغني اغانيك، وبيغني اغنيه كل ما افتكر ان انا وانت كنا حبايب نارة ايد. جدا. تتضايق لو غناها يا استاذ؟ لا طبعا، لا طبعا خالص. طب ممكن بعد اذن حضرتك نسمع منك السينيو دلوقتي، هو يكمل الكوبليه. يعني عايز تسمع منه السينيو الاول مثلا يعني؟ بعد اذنك. كل ما افتكر ان انا وانت كنا حبايب نار ايد، والادمع تنزل من عيني وغصب عني جراح تزيد، اوعى تفكر ان هسيبك ترتاح لحظه وقلبي حزين، اوعى تفكر ان حبيبك واللي ما بينا ده شوق وحنين، لسه العمر طويل قدام،
لسه انا وانت روحين عايشين، وهنتقابل وهنتكلم وهتسألني وصلت لفين، وهنتعاتب وهنتحاسب ذنب بذنب حساب ملكين، وهتندم على اللي انت عملت وهتبكيلي بدمع العين. الله اكبر عليك. انا لما وصفتك وقلت لك انت فريد شوقي المطربين يا فندم، انت صوتك بجد قوي جدا جدا. ده ليسانس لغات وترجمه، الاستاذ اشرف الشريعي حاصل على مؤهل ليسانس لغات وترجمه. ما شاء الله عليه. راجل بيغني من سنين كتير وبيحترم فنه. طب انت مش ناوي يا استاذ تعمل لنا اغنيه ليها علاقه برضو بديك بالسقف يعني الحاجات اللي ممكن. حبيبي يا استاذ محمد، انا عايز اقول حاجه بس. اتفضل يا استاذ محمد. اتفضل يا استاذ. انا عايز اقول لحضرتك ان علاء غريب ده من المطربين اللي انا بحبها جدا، واساله هو طبعا، هو قاعد معاك. انا من اول ما شفته ما كانش ليه علاقه بيه خالص، فجه مع حد حبيبي بدر هلال، وانا كنت قاعد في باب الشعريه وقلت له على فكره انت من احسن المطربين اللي غنت في مش عيب عليك. ربنا يخليك. انا قلت له في وشه كده بجد بقى، يعني عارف. طب انت ليه جاملته المجامله دي يا استاذ؟ لا مش مجامله، انا قايل له دي بجد من غير ما يجي من عندك البرنامج، انا قايل له دي وانا في باب الشعريه، مالهاش علاقه بالمجامله دي. ربنا يخليك يا استاذ، تسلم لي. طب استاذ اشرف، انت مش ناوي تشرفنا هنا في مره نستضيفك بقى ونقعد نتخانق زي ده انت تأمرني امر. طيب احنا قريب هتيجي هنا في برنامج بكل جراءه، وان شاء الله في رمضان احنا معزومين عندك اخر 25 يوم في رمضان نفطر. تأمرني يا باشا. ربنا يخليك. وبشكرك جدا جدا على المداخله العظيمه دي، نورتنا وشرفتنا. انا سعيد جدا ان انا شفتك وشفت علاء غريب، وطبعا يعني مش عايز اقول لك برنامج زي الفل. ربنا يخليك. صباح الجمال عليكم. بشكرك جدا، بشكرك جدا جدا الفنان اشرف الشريعي. هو قال لك وهنتقابل وهنتحاسب ذنب بذنب حساب ملاكين، وهتندم على اللي انت عملته وهتبكي لي بدمع العين. اللي بعده كان ايه؟ بدعي من ربنا يديلك طولة العمر واشوفك تاني، واخد منك طاري وحقي وتطفي دموعك نار احزاني. كل ما بنسى اللي انت عملته جرحي بيصحى وبيفكرني، انا مش قادر اصبر قلبي على واحد شفته بيكسرني. ده انت خيالك قدام عيني شايفه في كل مكان محاصرني، وهنتقابل وهنتكلم هتسألني وصلت لفين، هنتعاتب وهنتحاسب ذنب بذنب حساب ملكين، وهتندم على اللي انت عملته وهتبكي لي بدمع العين. احسنت يا استاذ، احسنت يا استاذ. استاذ محمود الليثي اللي انت قلت عليه استاذ استاذ استاذ، غنى اغنيه عمي يا صياد. ايه رايك في الاغنيه؟ حاجه جميله. حاجه جميله ايه؟ جميله. متغنيه زي ما اتغنت مثلا زي ما سمعناها من الفنانه سعاد حسني؟ لا طبعا. طب متغنيه احلى؟ لا طبعا. انت ما سمعتش السؤال. متغنيه احلى؟ لا طبعا. لا. طب متغنيه وحش؟ لا بس مش زي سعاد حسني. سعاد حسني ما حدش يعرف يغني زيها اصلا. انا موافق. حلوه بقى الاغنيه، عجبتك زي ما اتغنت من سعاد حسني؟ لا طبعا. ما عجبتكش؟ لا. طيب في بعض الفنانين كمان خدوا كلمات الاغاني وبدلوها. ايوه. يعني في فنانه اسمها جيجي وانا كنت عملت معاها مداخله في اغنيه اسمها بودعك. ايوه. للفنانه ورده راحت هي عاملاها ادلعك. وادلع الدنيا معك. دي كارثه بقى. وافرحك وافرح الدنيا على طول. انت شايف ايه؟ انا مش شايف بصراحه. يعني تقول لها ايه يا استاذ؟ اقول لها ربنا يوفقك. في ايه؟ يوفقك في شغلك ان شاء الله. والاغنيه اللي لا انا خلينا في الواقعه دي. انا عارف انك انت واضح انك انت بتخاف تواجه او تتكلم. بخاف. ما انا بقول لحضرتك ايه رايك؟ ايه رايك يا استاذ؟ عايز رايي؟ عايز رايي. ربنا يوفقها. في ايه بقى؟ في شغلها. انا موافق، ربنا يوفقها جدا كمان. ايه رايك في الواقعه دي؟ في الواقعه دي يعني؟ لا يعني ما انا بقول لك ربنا يوفقها في اللي جاي عشان ما تعملش واقعه زي دي تاني. هو الواقعه دي مالها بقى؟ مالها يعني؟ كويسه مش وحشه. يعني انت موافق؟ لا. امال ايه كويسه دي يعني موافق؟ لا كويسه. امال قست انها كويسه دي على ايه؟ عليك؟ عجباك؟
ما تزعلش زمايلي واصحابي مني عشان ما ازعلش منك. طب بتعرف تطبخ؟ ما خلاص يعني خلاص كلامي في الفن مش يا بالع ريت. معاك، يلا نتكلم يلا. في الطبخ. تعرف بعرف. تطبخ؟ جدا. ايه احلى اكله بتعرف تعملها؟ انا بحب المكرونات بجميع انواعها. وايت صوص طب قول لنا، بص في الكاميرا هنا واحكي لهم بجد. يعني بص لهم كده واحكي لا 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 طب اقول لك ايه. طيب في اغنيه انت عملتها انت ونشأت وحامد عبده والمرحوم يحيى الاسمر، مش عيب عليك. طيب ممكن بعد اذنك اسمعها؟ طبعا. طب يلا. مش عيب عليك تبقى كل العيوب دي فيك، وانا اللي دايما مستحملك وراضي بيك. مش عيب عليك، هو انت فاكر قلبي ايه؟ ما بقيتش حمل لاي جرح جديد عليك. خلاص تعبت انا من عمايلك والقاسية، ما بقيتش قادر اضحي تاني ولو شوية. وانا ايه غصبني على اللي باعني وضحى بيا؟ انا لو رديت هيبقى انا اللي العيب عليا. ما بقيتش عارف الصح فين في الدنيا دي، اني اعيش معك وانا بايع القضية، ولا اضحي ويبقى جرح وشكري ليا. انا لوم في روحي واقول انا اللي العيب عليا. احسنت يا استاذ. طب انا بسأل سؤال، رغم ان احنا بنغني كده مفيش حاجة فكرنا نستغل بيها صوتنا ونقول بنعمل لوجه الله، بنعمل حاجة دينية، بنعمل دعاء، نقول للناس يعني ليه صوتنا بس يغني بحبك والعيب عليك؟ ليه ما نروحش لمنطقة يلا ندعي كلنا؟ يلا ليه ما نعملش كده؟ والله محسوبك ما خلاش لون من الوان الغنى، ما عملوش. طب محسوبي عملت دعاء؟ طبعا. يعني عملت دعاء وبعمل حاليا دعاء لرمضان. لرمضان ده بيقول ايه؟ لا يعني خلي ده دي كفايه كمان. لا اوعدك ان يبقى اهداء للقناه، بس عشان الفكره لسه جاري التنفيذ. طيب انتوا عارفين ان انتوا لازم تعملوا كده، يعني لازم يبقى كل الناس اللي بتغني وكل الناس اللي ربنا مديها موهبه الصوت طبعا. لازم تستفيدوا طبعا من فكره ان يعني نوصل صوتنا بشكل او باخر بدعاء. واعتابي على صناع الدراما في مصر، تخيل عندنا اكتر من 45 مسلسل بيتعملوا، مفيش اعلان عن مسلسل تاريخي ولا ديني. تخيل 50 مسلسل. يعني ازاي يا جماعه مفيش كده؟ يعني مفيش مسلسل ديني يعلم ولادنا حاجه؟ مش هيتشاف. مش كل الناس والله، يعني اعملوه لوجه الله. اعملوه يعني اقول ايه، اعملوه استفيدوا من ان الناس تدعي لكم. اسمح لي ادافع عنهم برضه يا استاذ محمد. يعني هم جربوا ال3 سنين الاخرى، اخر حاجه في ايه يا استاذ؟ جربوا في ايه يا استاذ؟ عملوا اللي هو عملوا ايه بقى؟ كان في مسلسل من سنتين تقريبا اسمه ايه؟ هو بتاع خالد النبوي، بس مش فاكر بصراحه الاسم لان ما تابعتوش. انا كنت بتابع هيفاء وهبي وعجبتك؟ كانت حلوه. اتبسطت يا استاذ؟ احكي لي، فضفض مع اخوك. طبعا دي استوديوهاتك واحنا اخواتك. احكي لي. خليني ادافع عنهم. يعني بصراحه الناس عملت، الناس المنتجين المحترمين عملوا من ضمن 38 مسلسل. يا فندم انا بتكلم وبقول كلام بجد. جمهورية مصر العربية بتمتلك مدينة الانتاج الاعلامي، ده حقيقي، اللي فيها مناظر طبيعية واحياء مختلفة، وعندنا الشركة المصرية للانتاج الاعلامي بتقدم حاجات ياما قدمت، وكانت منتجين مشاركين في اعمال كبيرة. مش قادرين يعملوا لنا مسلسل ببطل ولا 2 يعلم ولادنا قصة؟ مش كلها افلام مش كلها مسلسلات بتتكلم على الصراعات ومين خطف مين ومين خطفت حبيبها من مين ومين سرق ميراث مين هي هتفضل ماشيه كده؟
انا نفسي اشوف مسلسل، يعني نفسي اشوف مسلسل نتعلم. فاكرين زمان كنا بنقعد نتفرج محمدا يا رسول الله والهجرة والحاجات والفرسان للاستاذ احمد ماهر، فاكر الحاجات طبعا دي؟ طبعا كان مكسر الدنيا. هل يا ترى زمان كان في امكانيه انتاجيه ودلوقتي لا؟ ده احنا عندنا مسلسل بيتكلف 50 و60 مليون جنيه دلوقتي، زمان ما كانش فيه الكلام ده. ده الممثل الواحد حضرتك بياخد 50 و60 يعني لا، هو المسلسل الكوست بتاعته في مسلسلات راحه للحكايه دي، ليه ما نعملش كده يا علاء؟ بالظبط. ليه شركه صوت القاهره للصوتيات والمرئيات ما تعمل لنا؟ عندنا ممثلين كتير ما بتشتغلش خالص فعلا، والموضوع في 3 4 10 20 نجم اللي هم الستارز، وفي ناس تانية موجوده. ما تعملوا لنا حاجات لينا احنا او للناس اللي حابه تشوف ده. كنت اتمنى اشوف في رمضان ده، كنت بتمنى نعلم ولادي حاجه ونعلم ولادكم حاجه. كنت اتمنى المسلسلات اللي فيها دراما وصراعات مهمه، بس تاني اهم. هنشوف ده ونشوف ده، بس يبقى عندنا حاجه نشوفها. بالظبط. ليه تخلوني اروح اشوف مسلسل تاني انتاج دوله تانيه وما بقاش فاهم نص الكلام اللي بيتقال، وتلاقي ولادك بعد كده بيرددوا شو ما بدي يعني. ليه 1500 حلقه اقعد اتفرج على النجم وهو بيتحرك من هنا لهنا في 2.5 ساعة؟ ليه تخلوني اتعلم لغه تانية غير المصريه اللي بنتباهى بيها؟ انا بتشرف ان انا لغتي مصر اللي علمت دول كتير كلمه ممكن ولا مؤاخذه والحاجات. اللهجه العاميه بتاعتنا دي بتاثر في الشعوب اللي حوالينا. لغه عربيه مصريه جدا نتعلم منها حاجه. اماكن تصوير على اعلى مستوى عندنا علاء والله. مظبوط. كلمه لصناع الدراما في مصر تقول لهم اعملوا لنا مسلسل لهيفاء تاني عشان انت بتحب. لا والله. قول لهم يعني. بص، احنا عندنا الاول يا استاذ محمد، احنا عندنا دراما محترمه جدا، عندنا ممثلين روعه، شطار جدا طبعا. عندنا القصص في المسلسلات كويسه جدا. ايه تاني؟ لا، عندنا صناعه فيديو محترمه وصناعه سينما محترمه. هو الموضوع بس في الفرايتي، الاختيارات. بص علاء، انت يا استاذ علاء انت من سني تقريبا. بالظبط. فاكر مسلسل الفرسان؟ طبعا الفرسان. فاكر انت الحاجات دي؟ حسام الدين مصطفى. فاكر؟ طبعا. ما وحشتكش؟ جدا والله. عشان كده المسلسلات دي لما بشوفها على اي قناه بفرح. اتمنى هنا في مصر البلد يرجعوا لنا الايام دي، اتمنى نرجع نشوف الحاجات دي. وكمان بعيدا عن طمعي في ان يبقى في انتاج جديد ل 2017 و18 بالتقنيات العاليه اللي موجوده، بس زعلنا بقى الكلام ده. انا عايز اقول حاجه كمان يا استاذ محمد. المسلسلات الديني، وفي كمان المسلسلات اللي هي بتاعت الاساطير، يعني الف ليله وليله والحاجات دي برضو مفيده جدا. فاكر انت؟ يعني الف ليله وليله جحا مسلسل جحا بتاع يحيى الفخراني، في قيم برضو، يعني في حاجات كويسه بتتقدم. انا تعبت صراعات، انا تعبت من المسلسلات. يعني انا مش ضد مسلسل بعينه ولا ضد كاتب بعينه ولا مخرج بعينه، انا تعبت من فكره يا هنقتلها وهيهرب وهيتقبض عليه ويتعدم وطول الحلقات ما بيتعدمش وفي اخر الحلقه يطلع بريء. تعبنا. حلوه بتحبوها ماشي جدا، بس انا عايز 1 ولا 2 بقى نلحق اللي لسه عايز يعلم ولاده. مظبوط. عيب ونغسل ايدينا وبشكل درامي. انا اتشرفت بيك. الشرف ليا. والوقت عدى معاك هوا سريع. انا عايز اشكرك واشكر طبعا اداره القناه واشكر فريق البرنامج واشكر طبعا الساده الجمهور، ويا رب اكون الكلمه المعتاده بقى خفيف عليهم. انت خفيف. ربنا يخليك يا استاذ محمد، وانا بشكرك لان انا بحبك على الصعيد الانساني وانت عارف كده كويس. وانا كمان طبعا. وانا كمان النهارده عشان انا شايفك من ورا الكاميرا وانت بتقدم البرنامج في البدايه، كنت طاير بيك، مبهور بيك بجد. ربنا يوفقك، ويا رب مع كل عمل ابقى معاك ان شاء الله. شرف ليا، وانا زي ما قلت باخد من كلام الاستاذ سمسم شهاب هنا على قد ما بقدر بجيب ناس المحترمين اللي بيقدموا فن بجد. انا بشكرك جدا، شرفتني ونورتني، ودايما اشوفك في الاحسن طالما بتقدم اعمال تليق بينا. انا بعتذر لك لو انا كنت حاولت اسالك اسئله شويه فيها احراج، حقك عليا جدا. خالص والله، وارجو ان ما يكونش في زميل سيان نجم او استاذ زعل مني النهارده. انا بحب كل زمايلي، وانا مش جاي هنا عشان اصنف حد، وانا اقل الناس، ودول كلهم اساتذتي وكلهم نجوم كبيره. ربنا يكرمك. وانا بقول مبروك للاستاذ نشأت لطفي الملحن محترم رجوعه تاني، وكان لازم يرجع تاني. احنا محتاجين نسمع الحانك الكبيره الضخمه المحترمه.
بشكر من القلب الاستاذ الفنان طارق عبد الحليم اللي حاول اكيد يتواصل معانا ولكن التليفون كان فيه مشكله. بشكر الاستاذ المحترم ميدو البارون اللي نورنا وشرفنا باغنيه ببارك لك بيها يعني الاخراج من الباب الكبير، اغنيه علاء غريب. بشكر الاستاذ محمد مصطفى صديقي العظيم المخرج المحترم. بشكر كل الناس اللي شرفتنا النهارده وكانت يعني ساهمت في ان الحلقه تكون تليق بيكم. بشكر فريق عمل برنامج بكل جراءه، اسم وشخص شخص. بشكر رئاسه مجلس اداره القناه وكل العاملين فيها عشان ما انساش حد، واتمنى لحضراتكم يا رب ليله سعيده. استنوني بكره قبل ساعتين من دلوقتي نتكلم من القلب ونتكلم بكل جراءه، وفي الاخر ما يهمناش غير الحق اللي لازم حضراتكم تستحقوه، حقكم يرجع لكم في كل المجالات بما فيها الفن. تصبحوا على خير، ليلتكم جميله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.